سبب نزول قوله تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال: من يحيي العظام وهي رميم. في يوم من الأيام جاء العاص بن وائل السهمي من كبار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يمسك في يده عظمة بالية متفتتة، قربها من وجه النبي وقال بسخرية: أتزعم أن ربك قادر على أن يحيي هذا بعدما صار ترابا؟ فجاءه الرد من الله تعالى يوبخه ويفند قوله: لقد نسي نفسه ونسي أصل خلقه، إذ كان نطفة ضعيفة ثم صوره الله إنسانا كامل الخلقة. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. أي قل يا محمد لهؤلاء: الذي قدر على الخلق من العدم أول مرة أليس بقادر أن يعيده بعد أن كان موجودا؟ بل هو الأعلم بكل خلق من خلقه، يعلم كيف بدأه وكيف يعيده. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أي الله يذكرهم بآية أمام أعينهم: من الشجر الأخضر الذي يخرج منه الماء يخرج منه أيضا النار، فكيف تعجبون من أن يخرج الحي من الميت الذي أخرج النار من شجر مبلول؟ يقدر أن يخرج الحياة من عظم ميت. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. يعني الذي خلق السماوات العظيمة والأرض الواسعة أيعجز أن يعيد الإنسان الصغير بعد موته؟ بل هو الخلاق العليم، يخلق ما يشاء عن علم وحكمة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أي لا يحتاج الله لمجهود ولا لزمن ولا لأدوات، فإذا أراد شيئا قال له كن فيكون فورا كما شاء. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أي تنزيه لله وتعظيم، فهو الذي بيده ملك كل شيء وإليه يرجع الخلق جميعا يوم القيامة، لا مفر ولا مهرب. إذا اتممت المشاهدة علق بالصلاة على رسول الله لتصلك جميع منشوراتنا. نحن بدعمكم نستمر.